اتفرّجنا طبعًا على فيديو ما يُسمّى بحسم المخابراتية اللي تبع السيسي وتبع ابنه. طبعًا دي كانت لعبته اللي جه بيها على دماء وأشلاء الشعب المصري، وبرّر بيها التنكيل بالشعب المصري. خلّوني أصغّر لكم الصورة شوية. طبعًا زي ما أنتم شايفين كده لابسين يونيفورم موحّد، حتى اللسام اللي على وشّهم موحّد، الأسلحة اللي معاهم متطوّرة، وحتى الجِزم موحّدة. طيب، عايزين نسأل سؤال يا جماعة لدولة بتتحكم بالحديد والنار من 75 سَنة، وآخر 12، 13 سَنة كُوم، وما قبلهم كُوم تاني خالص. طبعًا أنتم شايفين، اللي عايش جوّه مصر وبرّه مصر هو عارف البلد بتتحكم إزاي. الناس دي جابت منين السلاح؟ هتقولوا لي جابته من غزة. طيب أديكم شايفين دلوقتي في غزة في عرض طلقة. الناس دي جابت منين السلاح؟ اللي بيحكم البلد دي لو هو مش قد حكمها، قاعد ليه؟ قاعد بيعمل إيه؟ الحاجة التانية، هل أنت فاكر إن أنت لمّا تلعب تاني لعبة الإرهاب عشان تقول إن في جماعات متطرفة وأنت مضطر تمارس القمع وحالة الطوارئ، واتمدِّد فترة حكمك الزبالة الوسخ اللي بِعت فيه البلد لأراذل البشر في العالم كُلّه، إخوالك. هل أنت فاكر إن ده هيخوّف الشعب مثلًا وهيخلّيهم يطاطوا لك؟ هم مفنّسين، بس خلاص هم كلّهم قطعوا عليك إنّك كذّاب. وبعدين دي هيلاري كلينتون نَفْسها، المخابرات الأمريكية نَفْسها، كُتّاب أمريكيين نَفْسهم قال لك حركات داعش والحركات الوسخة دي الإرهابية الزبالة دي كلّها أساسًا لعبتهم يعني. يعني أي مكان هم عايزين يروحوا فيه وعايزين يدمّروه، بيقوموا جايبين العيال الصيّع دي بشوية سلاح ويالّا اتصوّر، زي ما قتلوا المصريين على الشواطئ في ليبيا. واخد بالك؟ كانوا لابسين هدوم الmarines، وهي نفسها هيلاري كلينتون يعني اعترفت عليهم وترامب فضحها اللي ما بتبلّش في بُقّه فولة، صح كده؟ وبعدين يا أخويا جابوا منين العربيات؟ ولمّا هُم عارفين يدخّلوا عربيات ويونيفورم وسلاح ومش عارف إيه، طب ما عندهم غزة أهي، والّا إيه الأخبار؟ طب ما هم شايفين إن أنتم منكّلين بالشعب كلّه وبانيين لهم 45 سجن زيادة جديد، والّا إيه الأخبار؟ كفاية بقى كحْوَلة في أبونا، كفاية بقى بيع الوهم، وكفاية بقى الاشتغالات، لأ وحابكها على الآخر، داخلين بقى بآيات قرآنية متاخدة من إذاعة القرآن الكريم. حركات بصراحة بنت مرة وسخة ما تدخلش على عيّل بيشُخ على نَفْسه. كفاية بقى، كفاية عته بقى يا سيسي يا ابن الوسخة، يا ابن زنا المحارم، يا ابن الداعرة العاهرة اللي نَط عليها كل سكان القاهرة. كفاية، كفاية فزّاعات، كفاية.